ايه رأيكم في الصوت التحفة ده؟ عايزين السمك بتاعكم يطلع لذيذ كده، من بره مقرمش وتحفة، ومن جوه جميل ولحمه أبيض وناعم وتحفة زي ما انتوا شايفين. خشي معايا على الفيديو، لكن لو انت جديدة يا ست الكل ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تسمي بالله وتصلي على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. التتبيلة دي زي اي تتبيلة للسمك احنا بنعملها. انا عن نفسي بعمله من غير اي افتكاسات. عندي شوية كده توم مفروم، ليمونتين حلوين كده، وبعد ما بعصرهم بخليهم برضو، بخلي القشر في الطبق. معلقة من الكمون، معلقة من الملح، معلقة من الشطة، ومعلقتين من الخل. وببتدي ان انا بعد ما اغسل السمك ده من جوه ومره واعصر عليه كمان ليمون، ابتدي ان انا اجيب التتبيله الحلوه قوي دي، وانا طبعا مفتحه السمك علشان يستوي معايا من جوه. اجيب التتبيله القمر دي واحشي بيها السمك بتاعي. تقدري تعملي اي كميه مناسبه بالنسبه لك حسب افراد اسرتك. نحشي بيها السمك كده زي ما انتوا شايفين جوه وبره، واركنيه كده مع شويه عمال ما تعملي الرز بتاعك، او لو هتعملي جمبري او جندفلي او اي حاجه هتعمليها. انا عملت جنبه جمبري زي ما انتوا شايفين. انا كده تبلته. اركنيه، شايفين التتبيله من جوه ومن بره ازاي؟ عشان اللحم كمان يبقى متشبع بالتتبيله. بصي بقى، معايا 3 كوبايات من الدقيق، قسمتهم في بولتين زي ما انت شايفه كده. حطيت كوبايه ونص في البوله الاولى، وكوبايه ونص في البوله التانية. وزودت عليهم البهارات زي ما انتم شايفين. لما بزود ميه كده بيصفر معايا الدقيق. حطيت هي البهارات نفس اللي انا حطيتها على السمك، اللي هي شويه ملح، شويه شطه، شويه كمون، ومعلقه من الكركم. بصوا، زودت عليه ميه لحد ما طلعت كده زي عجينه الكريب، ولا هي سايله خالص ولا هي جامده قوي. وابتديت ان انا اقلبها. وعامله ايه تاني؟ وعامله الدقيق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت ان انا اقلبه في السمك. دي اول حاجه. اول حاجه اخد السمكيه بتاعتي انزلها في الدقيق فقط، وبعد كده انزل في العجينه اللي انا عاملاها للسمك. العجينه دي يا جماعه هي اللي بتخلي السمك يخرشف من بره ويبقى جميل من جوه. يعني يبقى كريسبي كده زي بالظبط ما بنحب الفراخ البانيه. حطي كده كويس قوي السمك بتاعك في الدقيق وغطسيه بره وجوه، وعلى طول بعد ما تخلصيه تحطيه في العجينه اللي احنا عاملينها. واول ما يطلع من العجينه تصفيه على قد ما تقدري من العجينه. تكوني مسخنة الزيت كويس جدا جدا، وبعدين تحطي فيه السمك بتاعك. بيبقى تحفة. يلا بقى بصوا كده، مسحته من العجينة ونزلته ازاي في الطاسة بتاعتي. يتقلى معاكي الوش الأول بعدين الوش التاني، وكلي أحلى سمك بالهنا والشفا. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وأكون فدتكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.